تعرف إن السرحان مفيد لصحتك النفسية رغم إن أغلب الناس بيقولوا لك ما تسرحش، لازم تفضل مركز ومنتبه، هو أنت مسطول ولا إيه؟ لكن الحقيقة إن السرحان ده مفيد جدا أكتر مما تتخيل. في الدراسة دي مثلا استخدموا الرنين المغناطيسي الوظيفي عشان يشوفوا إيه اللي بيحصل في مخ الناس وهم سرحانين، فلقوا إن مش بس المناطق المسؤولة عن الاسترخاء وعدم التركيز هي اللي متفعلة في المخ، لكن لقوا برضه مراكز مسؤولة عن حل المشكلات والإبداع والتخطيط، وكأن السرحان ده طريقة مخك فيها بيرتب أفكاره وبيربط الحاجات مع بعض ويبتكر سيناريوهات مستقبلية عشان يؤهلك على مواجهتها لما تحصل. والدليل على كده كمان إن الناس المبدعين في مجالاتهم عارفين كويس جدا أهمية شرود الذهن في إنهم يلاقوا أهم الأفكار اللي توصلوا بيها لاكتشافاتهم. فحاول تخصص وقت للسرحان، ما تهربش من وقت الفراغ، كون انك تقعد ما وراكش اي حاجه وسرحان كده في ملكوت ربنا ده مفيد جدا عشان التفكير الابداعي وان مخك يؤهلك لمواجهه الحياه. لكن اهم حاجه ما تقعدش تسرح في حاجات مؤلمه عشان تكئب نفسك، ولا تسرح في اوقات محتاجه تركيز. اللي قول لي صحيح، ايه اكتر مكان بتسرح فيه؟